يا رجاله اسمها تاخد نكته. في ناس عايزين يركبوا مراكب وهم يقولوا لك عايزين نلحق كافوره الصمود من مصر. يا ابني انت فاكر نفسك طالع طور؟ كافوره صمود ايه يا حزين على عين امك اللي عايز تطلع فيها؟ يا بابا اللي عايز تعمله ده يوديك في داهيه. ايه ده يا عمده، انت مش عايز تساعد اخواتنا ولا ايه؟ انت مش وطني؟ يا ده واسمعني، اللي عايز تعمله ده مش بطوله ولا فدائيه، ده تهور وهبل. انت فاكر نفسك لو وصلت النيتن وعصابته هيسيبوك؟ دول هيستهدفوا المراكب ويحاصروك ويقبضوا عليكم زي الفراخ الشامور. ايوه طب وايه المشكله يا عمده؟ احنا في ايد اخواتنا اللي راحوا. يا جحشفها هيحبسوك ويبداوا يساوموا بيك مصر، واهلك هنا هيعملوا مناحه، اولادنا فين يا حكومه؟ والدوله طبعا مضطره تتدخل وتتفاوض، واحنا العلاقات بينا بايظه وكل نص ساعه نهدد بعض، واسراء بقى تبدا تساوم مصر. طب رجعوا لنا كذا، طب اعملوا لنا كذا عشان نسلمهم لكم. يعني انت بدل ما تساعد جبتنا تحت ضرسهم يا حزين وحطيت بلدك في ورطه. فبالذمه شغلوا دماغكم ما تمشوش ورا ناس جهله. عايز تساعد اخواتنا مش انك تروح لهم بمركب وانت لا معاك سلاح ولا اكل ولا شرب ولا حتى 8 كيلو لانشو، لكن عايز تساعد بجد. المساعدات اما تدخل من المعبر 24 ساعه. روح يا حبيبي اتبرع وابعت مساعدات. ايوه يا عمده، ما المساعدات دي مش عامله حاجه وبصراحه كده لازم يكون في حل. يا حلوفه فندي، الحل مش عندك ولا في مركبك ولا في عمتك الوزه، الحل عند الحركه اللي بتستغل القطاع لصالح دول تانية زي ايران، وفي الاخر الشعب هو اللي بيدفع الثمن، وانت في الاخر عايز تروح تتحبس لي معاهم وتزود الطينه بله. اقعد يد في بيتك وتلاقيها على عين امك في دماغ القفله وشيروا لها وابعتوا لها.